أهلا بيكم. في مقولة بسمعها دايما بتعبر عن الصمود الأسطوري لإخواننا في فلسطين. الجملة دي بتقول: باقون ما بقي الزعتر والزيتون. فكرت أحولها لمجسم فني واستخدمت كل الرمزيات اللي في الجملة، استخدمت شجر الزيتون واستخدمت الزعتر وخريطة فلسطين وحاجات تانية هنشوفها مع بعض، وأتمنى أكون وفقت لصناعة عمل فني يعبر عن الجملة العظيمة دي. أول حاجة بدأت بالفروع بتاعة الشجر دي. نزلت الشارع اللي ورايا أدور كده على فروع يكون الحجم بتاعها مناسب، لأن اللي عندي ما كانتش مناسبة. وبالصدفة كده لقيت فروع شجر تقريبا لسه واحد قطعها قبلها بيوم بالظبط، ما كانتش موجودة، ما كانتش ناشفة للآخر. المفروض بنستخدم في الدهرام وكده فروع تكون ناشفة، لكن هستخدمها على أي حال. بعد كده بدأت أقطع منها الأجزاء اللي هتكون الجذع الرئيسي بتاع الشجرة. استخدمت الحتت اللي هي السميكة دي شوية، وبدأت أقطع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وقطعت كمان فرعين بنفس الشكل عشان أكون بيهم الهيكل أو الجذع الرئيسي. عشان ألزقهم في بعض هستخدم الغيرة الأبيض. الغيرة طبعا قوية جدا بس بتاخد وقت عشان تنشف. حطيت الأول شوية كده من الغيرة، وعشان أثبتهم في بعض لحد ما الغيرة دي تنشف استخدم السوبر جلو مع كمان الباكنج صودا، بيمسك لحظيا كده، والطريقة دي برضو بتسد بعض الفجوات اللي موجودة. لزقت الفروع في بعض، وزي ما انتم شايفين بوجه التفرعات بتاعتهم كل واحد في اتجاه عشان نبدأ نعمل الهيكل الرئيسي. كمان أضفت شوية فروع برضو رفيعة. أنا هنا عاوز أعمل شجرة زيتون معمرة تكون كبيرة، أقدم من الكيان نفسه، مش أقدم منه بسنة ولا بسنتين، لا ده أقدم منه بقرنين ثلاثة من الزمن. فطبعا لازم يكون الجذع الرئيسي بتاعها يكون كبير كده، والحجم بتاعه زي ما انتم شايفين. بعد كده دخلنا بقى على التفرعات الصغيرة. هبدأ أقطع برضو بالبنسة كده التفرعات الأصغر. عملتها بأحجام وأشكال مختلفة. عملت كمية كبيرة طبعا منها، يعني أكتر من اللي أنا متوقع إنها هحتاجه في الشجرة. بعد كده عشان أثبت الفروع اللي هي الكبيرة أو السميكة شوية، بجربها الأول كده وأشوف شكل التفرعات بتاعتها قبل ما ألزق يعني. ولما عجبني الشكل عشان ألزق الفروع الكبيرة، عملت خرم كده بالدريل في الشجرة نفسها وفي التفرعات. الخطوة دي اختيارية بس في الفروع اللي هي حجمها كبير شوية، عشان اللزق ممكن ما يمسكهاش كويس لأن بتكون الوزن بتاعها كبير شوية. بعد كده في الخرام دي قطعت حتة من العصيان بتاعت الشيش طاووق أو أي سلك يعني بنفس الحجم. بعد كده حطيت الغراء الأبيض ودككت الفرع فيها. دي بتمسكه كده ما يقعش لحد ما الغراء تنشف. كمان أضفت فرع على الفرع الصغير اللي احنا كنا ضفناه في الجذع. بالنسبة بقى للفروع الأصغر ممكن نلزقها بالسوبر جلو بس مع الباكنج صودا، أو السوبر جلو لوحده. يعني زي ما قلت لكم الجزء ده اختياري، فكرة إن احنا نعمل خرم أو ما نعملش ده على حسب الوزن بتاع الفرع والحجم بتاعه. هكمل بنفس الطريقة. طبعا الشجر بيجي بكل الأشكال والأحجام، فيعني الخطوة دي ملهاش قاعدة ثابتة، مجرد بس إن احنا بنحاول نوزعه في كل الاتجاهات. وشجر الزيتون عادة بيكون الفروع بتاعته مايلة بزاوية 45 درجة في الاتجاه اللي هو الفوق، فحاولت أعملها بالشكل ده. هنلاقي هنا في فراغات موجودة ما بين الفروع الصغيرة والكبيرة، وفراغات كمان موجودة في الجذع نفسه الرئيسي. عشان كده هعمل لها بقى خليط من الغيرة الخشب اللي هو الغيرة الأبيض، وأحط عليهم شوية تراب كنت مجمعه من الشارع، وقلت طريقة تعقيمه قبل كده في الفيديو بتاع الديوراما. طبعا الإضافة هنا يعني كمية كده بالنظر لحد ما تكون تديني ملمس محبب. كنت عاوز اللون بتاع الخليط ده يكون قريب شوية من لون الشجرة، فضفت شوية ألوان أصفر وبني وشوية من الأبيض لحد ما وصلت للون مقارب. مش هيفرق موضوع اللون قوي لأن احنا كده كده هنلون الشجرة في الآخر. بعد كده بدأت أضيف الخليط ده على الفراغات اللي موجودة ما بين الفروع، أي حاجة شكلها مش طبيعي أو واضح إن هي ملزوقة. كمان بغطي بيه الأماكن البيضاء بتاعة اللزق دي اللي بيعملها السوبر جلو. وزي ما انتم شايفين كده الفروقات ما بين الفرع اللي هو السميك والفرع الرفيع، بحط فيها كمية كده عشان تديني يعني بشكل فرع انسيابي في الآخر يكون شكله طبيعي. هكمل طبعا الشجرة كلها، ودي كمان بتقوي الاماكن بتاعه اللزق. وفي الجزء برضو اللي تحت زي ما انتم شايفين الفراغات دي هبدأ برضو املاها بنفس الطريقة. طبعا الملمس بتاعها مش نفس الملمس بتاع الشجرة الطبيعي، لكن ده عادي. لو ركزتوا في الشجر حواليكم هتلاقوا ان في اماكن بيكون فيها تجزعات واماكن تانية بتكون محببة كده، ويعني الاشكال زي ما قلت لكم بتبقى مختلفة. هسيبها بقى تنشف، المفروض هتاخد لها ساعتين ولا ثلاثة. انا سبتها بقى الليلة كاملة وجيت تاني يوم كانت نشفت.
هنبدأ بقى نلونها. عادة شجر الزيتون بيكون لونه مايل للرمادي الفاتح شوية، والشجر اللي هو القديم بيكون رمادي أغمق شوية. عشان كده عملت لون أكريليك رمادي وضفت عليه شوية بني، لأن عاوزه يكون دافي ما يكونش يعني مايل للأزرقات. وهغطي بيه طبقة أساسية الشجرة كلها. اللون ده طبعا افتح شويه من اللي انا عاوزه، عشان الخطوه الجايه هتغمقه. استخدمت غسول من الاكريليك لون اسود وبني، متضاف عليه ميه، متخفف بالميه كتير، وعليهم نقطه صابون سائل او كحول. ده بيخليه يدخل في الشقوق، ولما ينشف هيبين لنا التفاصيل زي ما كانت في الاول زي ما انتم شايفين. كمان غمق لون الشجره شويه. بعد كده عشان اضيف بقى شويه تنوع كده للجذع بتاع الشجره، استخدمت لون بني فاتح وبرضو عليه شويه من الرمادي، عشان ما يكونش فيه تشبع لوني كبير يعني. وعملت بيه نقط كده في اماكن مختلفه زي البقع اللي بتكون موجوده على الشجر. واخر خطوه في التلوين بعد ما نشف طبعا الالوان اللي فاتت تماما، هعمل حاجه اسمها دراي براشنج بلون بني فاتح، ومتضاف عليه برضو شويه من الرمادي الفاتح خالص. همسح اغلب اللون من على الفرشه، واعمل تشبيحه خفيفه كده عشان تبين التفاصيل بتاعه الجذع وتبين الاماكن البارزه، عشان ده يكون شكل الجذع النهائي. محتاجين بقى نعمل الورق اللي هو الأخضر بتاع الشجر، عشان كده هستخدم النبات العشب ده نبات موجود في بعض الأماكن في أوروبا، اسمه سيفوم، أو الاسم العلمي بتاعه تيلوكسيس أريستاتا. ده منتج احترافي يعني في الديوراما، تفرعاته صغيرة جدا، بس اللون بتاعه فاتح ومش حلو. عشان كده استخدمت الألوان اللي لونت بيها قبل كده، اللون البني واللون الرمادي، حطيتهم في إزازة بتاعت سبراي، وهزود عليهم طبعا شوية مية عشان الفتحة بتاعت السبراي صغيرة جدا. فخففت اللون اكتر، وهبدا ارش على الشجره والشجيرات الصغيره دي. ده نبات عشبي يعني بيستخدموه في الديوراما. بعد ما نشف زي ما انتم شايفين اللون بتاعه بقى احسن. كان فاتح، هتلاقوا الفرق ما بين اللي اتلون واللي ما اتلونش فرق كبير. طبعا يعني ممكن نستخدمه كما هو كده حتة كبيرة لو عاوزين ننجز، لكن لو عاوزين يكون في واقعية هحتاج اني اقطع الفروع الصغيرة لوحدها. هبدأ أقطعها كده بالمقص، وهعمل برضو كمية كبيرة أكبر من اللي أنا متوقع إن أنا هحتاجها. والطبق ده فيه غيرة أبيض، طبعا مش باين لأنه كله أبيض في أبيض. كمان استخدمت نشارة خشب ناعمة أنا ملونها قبل كده بلون أخضر، هبقى أقول لكم طريقتها. وبمسك كده الفرع وبغمسه، أو بغمس الطروف بس بتاعته في الغيرة، وبرش عليه شوية من نشارة الخشب. دي خطوة أولى بس في الفروع. تنفع طبعا في الأشجار العادية والشجيرات، لكن أنا عاوز حاجة تكون أحسن المرة دي شوية، فأعتبر دي خطوة أولى هتدي لي الفروع مجرد حجم كده بس في الأول. أكمل الكمية كلها بنفس الطريقة وأسيبها تنشف. بعد كده هستخدم منتج احترافي تاني اسمه نوك ليفز. ده عبارة عن ورق شجر من شركة ألمانية اسمها نوك. دي شركة متخصصة ومحترفة في مجال الديوراما. مش عارف واضح بالنسبة لكم في الصورة ولا لا، لكن المنتج ده عبارة عن ورق شجر صغير. كل ورقة صغيرة كده بتبقى شكل ورقة الشجر الطبيعية إلى حد ما. طبعا احنا ما وصلناش بقى ليه، ما فيش منتجات يعني أقصد على شكل ورق شجر الزيتون اللي هو شكله مميز جدا ولونه مختلف. فاحنا هنعمل بقى شجر عادية وهنعتبرها يعني زيتون. استخدمت هنا الهير سبراي كلزق. ممكن نستخدم الغير الابيض، الغير الابيض احسن شويه في التحكم في الاماكن بتاعه الاضافه، لكن بتاخد وقت طويل، فاستخدمت الهير سبراي. هعمل كل الفروع. خلصنا كده الجزء الاخضر، ندخل بقى على مرحله الزيتون او الزيتون زي ما بنقول عندنا في مصر. ده صلصال حراري كان موجود عندي من فتره وما استخدمتوش خالص. هستخدم اللونين دول، اللي هو الاخضر كان فاتح قوي مش مناسب، واستخدمت معاه شويه من الاسود عشان اغمقه. هو بيكون ناشف كده، وبعدين هدمجهم في بعض وهعجنهم كويس. هتلاقوه بقى طري، وكمان الألوان هتندمج مع بعض. بعد كده هقطع منه حتت صغيرة خالص، وابدأ اكورها كده او اخليها الشكل بتاع الزيتون. طبعا هنا الحجم بتاع الزيتون كبير جدا بالنسبة لحجم الشجرة، لكن دي اخر امكانياتي يعني في الاعمال اليدوية. هيبقى صعب قوي ان انا اعمل حجم اصغر من كده، فيعني مشوا معايا العمل. عملت كمية منه وحطيتها في طبق الفويل ده، لان ده صلصال اسمه صلصال حراري بيدخل الفرن عشان ينشف. دخلته الفرن على درجة 130 درجة لمدة 10 دقايق، ولما نشف كان اللون بتاعه بقى غامق جدا، مش عارف ايه اللي حصل يعني خلاه غامق كده. فهعمل منه كمية تانية بلون افتح شوية. زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا فيه لون اخضر فاتح. هستخدم الاتنين لان شجر الزيتون عادة بيكون فيه اخضر، وفيه حتى بيكون فيه اسود على الاشجار.
بعد كده هنبدأ بقى نلزق الفروع بتاعة الشجر. هاستخدم السوبر جلو مع حاجة اسمها اكتيفيتور. الاكتيفيتور اللي هو البخاخ ده بيخلي السوبر جلو يلزق في ثواني، تقريبا في ثانية واحدة بالظبط. ممكن طبعا نستخدمه من غيره، بس الموضوع هياخد وقت طويل جدا. إذا كان بالطريقة دي خد مني حوالي ساعتين، ساعتين ونص. فلو بالسوبر جلو لوحده عادة يعني هياخد له مش أقل من 10 ساعات تقريبا. هنا بلزق على كل حرف أو كل طرف من الفروع الصغيرة اللي عملناها، وده بيزود الواقعية زي ما قلت لكم. وصلت لحد هنا، هكمل بقى باقي الفروع كلها اللي عملتها. وبعد ما خلصت الكمية كلها لاحظت ان الشجرة الكثافة بتاعتها يعني قليلة قوي. شجر الزيتون في الحقيقة بيكون كثافة الورق بتاعته عالية جدا، فاضطريت ان اعمل بقى كمية كمان ولزقتها. وبرضه بعد ما عملت كمية تانية طلعت برضو الكثافة قليلة، فخلاص بقى مش مشكلة. هنا هنلاحظ في نقط كده بتاعة اللزق بالسوبر جلو، هتلاقي لونها أبيض، فعشان كده بالفرشة اديت لها لون خفيف من البني أو الرمادي عشان ما يبقاش شكلها نشاز في وسط الشجرة. وصلنا لمرحلة تلزيق الزيتون، ولو كانت الفروع الصغيرة خدت ساعتين ونص، فيعني ما تعدوش بقى الوقت اللي خده الزيتون في التلزيق. استخدمت الغيرة الأبيض، نوع سميك شوية اسمه تاكي جلو. وطبعا الوزن بتاع الزيتونة الواحدة بسيط جدا، فنقطة من التاكي جلو ده بتكون كفيلة ان هي تمسك في مكانها لحد ما تلزق. عملت كمية على قد ما قدرت، تقريبا لزقت 300 ولا حاجة تقريبا زيتونة. ويعني مش محتاج اقول كده، طبعا الشجرة الحقيقية بيكون عليها اضعاف اضعاف الكمية دي، لكن الفكرة وصلت. فزي ما قلت لكم مشوا معايا يعني العمل. كده خلصت الشجرة، ندخل بقى على مرحلة القاعدة، وهشرحها بسرعة جدا لأن شرحت زي الشغل ده قبل كده مرات كتيرة في الفيديوهات اللي فاتت. جبت حتة من الفلين، بعد كده جبت صورة لخريطة فلسطين الحبيبة، رسمتها على حتة من الفلين بعد ما حددت كده الحجم بتاعها المناسب للشجرة، ورجعت عدت عليها بماركر لونه أخضر. هقطع الجزء ده بالمشرط، وكمان عملت جزء من الخشب عشان تكون قاعدة قوية، قطعته بنفس الحجم بالظبط بتاع حتة الفلين. هلزقهم في بعض بالشمع، وهحتاج حاجة تغطي الأرضية دي وتقويها، فاستخدم معجون الخشب والجدران الجاهز، هو لونه بيكون أبيض، فأنا عملت لون بني ضفت عليه ألوان أكريليك، وأغطي بيه الجوانب الأول عشان أسد الفرق اللي ما بين الخشب والفلين، وكمان أقوي الفلين ده. هغطي طبعا كل الجوانب، وكمان هغطي الجزء اللي فوق هسيبه ينشف. خد له حوالي ساعتين، وبعد ما نشف ده كان شكله بقى فيه تشققات شكلها حلو كده عجبتني. بعدين جبت الشجرة وحطيتها في المكان المناسب، وعلمت كده بالقلم الرصاص، واخليت الجزء اللي موجود ده بالمشرط، وكمان بأداة من أدوات النحت. يعني حفرت جزء كده حوالي 1 سنتي عشان الشجرة تدخل فيه. بعد كده هلزق الشجرة بالشمع، وكان في فوارق بسيطة خالص أو فجوات كده جنب الجذع بتاع الشجرة، فقفلت الأجزاء دي برضو بنفس المعجون اللي استخدمناه قبل كده. بعد كده هستخدم الغرق الأبيض وهدهن الأرضية كلها عشان بقى أبدأ أعمل التراب. أنا طبعا شرحت الحاجات دي قبل كده بالتفصيل، فهعملها قدامكم بسرعة دلوقتي. استخدمت الأول شوية صخور أو حجارة كده صغيرة، هرش الأول على الأرضية كده بشكل عشوائي. بعد كده هحط طبقة من التراب وهغطي الأرضية كلها. الجوانب هسيبها زي ما هي، قلت لكم التشققات شكلها عجبني فهسيبها زي ما هي. بعد كده سقسقت بكحول أو مية محطوط عليها نقطة صابون سائل، وهسقسق تاني بالغراء المتخفف بالمية عشان الطبقات دي كلها تلزق في بعضها. طبعا احنا استخدمنا الزيتون، محتاجين بقى نستخدم الزعتر عشان نحقق المقولة. فجبت زعتر أردني، للأسف ما لقيتش فلسطيني، بس في الآخر واحد يا جماعة. هحط منه شوية على الأرضية منها، يعني يبقى استخدمنا الرمزية اللي في المقولة، وفي نفس الوقت هيديلنا لون أخضر كده في الأرضية، وريحة جميلة، ريحة الزعتر، هيبقى المجسم ريحته زعتر. وكمان ضفت عليه شوية من ورق الشجر المتفتفت ده، أنا شرحته في فيديوهات قبل كده. وطبعا هلزق كل ده تاني بالغير الابيض. كمان اتبقى لنا شويه زيتون هرشهم على الارضيه كده حوالين الشجره. وكده استخدمت في الارضيه تراب سعودي وزعتر اردني وزيتون هنعتبره فلسطيني وفنان مصري اللي هو انا، في رمزيه كده ان احنا يا جماعه كشعوب كلنا معاكم وقضيتكم قضيتنا، وقبل ما القذائف بتنزل على بيوتكم والله العظيم بتنزل في قلوبنا. كمان لونت الجوانب بتاعة التصميم باللون البني، أي لون يعني مناسب للأرضية. وكمان
وضحت كده الشقوق بلون اسود متخفف بالميه. الخطوه اللي قبل الاخيره هستخدم جذور نبات ناشفه، جذور شجر، هلزقها كده في الجوانب في اشاره ان احنا جذورنا في الارض دي ممتده من الاف السنين ومش هنسيبها مهما حصل. لزقتها بشكل عشوائي كده، واحتجت ان انا اعمل خرام في بعض الاماكن عشان يبان الجذر ممتد وطالع من الارضيه. آخر خطوة عملتها هي القاعدة بتاعة المجسم، كنت عاوزه يبقى مرتفع عن الأرض شوية، فعملت قاعدة كده من الخشب وعصيان، وبعد كده حطيت المجسم مكانه وكده خلصت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ما تنسوش كمان تعملوا شير مع أصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية. والحاجات دي مش مهمة، أهم حاجة ما تبطلوش تتكلموا عن إخوانكم في فلسطين وغزة اللي بيتعرضوا لأبشع أنواع القتل والتهجير والتجويع والحصار على مدار 42 يوم، والعالم بين قوسين المتحضر كله نايم وشادد اللحاف. ما تستقلوش بكلامكم اللي بيغير الرأي العام. الشعوب دي لازم تصحى وتفوق وتعرف ان حكوماتهم المنتخبة هي الراعي الرسمي للقتل والتشريد والتجويع والحصار والإبادة الجماعية وكل أنواع الإرهاب، عشان لما يجي وقت الحساب، وإن شاء الله هيجي قريب قوي، ما يبقاش حد يزعل. استمروا في دعائكم وتبرعاتكم والمقاطعة كمان، وفي النهاية ربنا يحفظ وينصر إخواننا وأهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. سلام.